الو غش، واخيرا عرفت اين هي الثروة. الثروة تلقاوها في الفيديو هذا. السلام عليكم خوتي المغاربة الاحرار اينما كنتم واينما تواجدتم. واحد الموضوع سريع جدا اللي راه محقق ترين هذه الفترة هذه، وهو الاختراق السيبراني اللي تعرض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي معروف بالسينيتيس. وهذا الاختراق هذا نشر واحد المعلومات اللي كاع المغاربة عرفوها، وخاصة المعلومة اللي كتهمنا اللي هي ديال الصالير ولا شحال كيتقاضى المجيدي. وما أدراكم ما المجيدي. وهاد التسريبات هذه قد تبين أن هناك عدة موظفين كيخلصوا 60 مليون 70 مليون 50 مليون 20 مليون، ولكن اللي كيهمنا وهو المجيدي اللي كيخلص 120 مليون. وكما شفنا حنا في البيان الرسمي أنه صرح واعترف بأن حقا تم الاختراق، ولكن ما عطناش التفاصيل. ومادام هذه المعلومة خرجت ديال المجيدي أنه كيخلص 120 مليون سنتيم اللي هي 120 ألف دولار ولا 120 ألف أورو، أنه الجهات الرسمية ما فندتش. يعني ما حد الساعة ما كانش تفنيد ولا ما كانش بيان تاني اللي كيفند هذه المعلومة هذه، إلا وحنا غادي ناخدوها على أساس أنها حقيقية. وهنا درت واحد البحث بسيط جدا في علم جوجل. واش خرج لي؟ درت شحال كيتقاضى الصالير ديال ترامب. ترامب الله راه مرول العالم ومحيح. قال لك اسيدي كيخلص 400 ألف دولار في العام. 400 ألف دولار في العام إلا قسمناها على 12 شهر تجيها تقريبا واحد 33 مليون. يعني ترامب رئيس الميريكان، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي مرون القيامة ونور الحياة، كيخلص 33 مليون سنتيم مغربية. اسيدي درنا واحد البحث بسيط شحال كيتقاضى بوتين. قال لك اسيدي كيخلص 120 ألف دولار في العام. المجيدي كيخلصها في الشهر. بوتين اللي مرون طاول القيامة والحياة كيخلصها في العام. يعني ملي كتقسمها على 12 شهر كتجيها 10 ملايين. يعني بوتين كيخلص 10 ملايين في الشهر. مشينا شفنا ماكرون، الحاج ماكرون قال لك يا سيدي كيخلص 19 مليون 19 ألف دولار في الشهر. يعني تقريبا حنا نقولوا 19 مليون بدون حساب الفوارق والفواصل. اما الصين اللي بالنسبه لي مفاجاه كبيره، وعاودت بحثت المعلومه واش راني غلط. واحد الساعه راني شاك فيها وبحثت ولقيتها نفس الشفر، انه كيخلص 22 الف دولار في العام. مي كتجي تقسمها في الشهر كتجيك 1800 دولار في الشهر. يعني انا كمغربي مهاجر ولا مهجر في ديار الغربه في بلجيكا كنخلص اكثر من الرئيس الصيني. داخلنا عليكم بالله مي كتلقى الرئيس الصيني كيخلص 1800 دولار، والسي المجيدي كيخلص 1000 فين 1000 و 120 مليون. ويقول لك أين الثروة؟ وأخيرا اكتشفنا أين هي الثروة. الثروة هنا، الثروة عند السي المجيدي. وأنا كذلك قمت واحد البحث بسيط على شكون هو هاد السي المجيدي. أنا السي المجيدي كنسمع به بصح ما كنعرفوش. درت واحد الروشيرش في ويكيبيديا، درت في جوجل، في جوجليت شوية في الفيسبوك، في الانترنت، في اليوتيوب، بعض المقالات، بعض الصحافة اللي هضراتو اللي تناولاتو. اكتشفت شيء خطير، وهو ان هذا البحث هذا فين داني. هذا البحث هذا على المجيدي داني واحد الكهف. هذاك الكهف هذاك لقيت فيه جوج بلايك، واحد البلاكه على اليمين وواحد البلاكه على اليسار. قال لي واحد البلاكه هنا تنين مجنح، اللي دخلت الكهف هذا غيتلقى تنين مجنح وكيطلق النار فمو. ولا واحد البلاكه اخرى فيها الاناكوندا. اختار غيدخل الكهف يخرج لك تنين مجنح، يخرج لك اناكوندا. هو ما دخلش ببساطه. اللي باغي يدخل قال لك اين هي الثروه؟ ربي يا ربي يا ربي، لا اله الا محمد رسول الله. اين هي الثروه؟ والصراحه هذه المعلومات هذه لا فري الا بصح اذا كيخلص 120 مليون اودي ما تهضر هذاك عليا.